بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم ابويا يا رب العالمين، وارحم صالح الجعفراوي وكل شهداء المسلمين، امين يا رب العالمين. بصوا بقى يا بنات، انا القهوه بتاعت سيلاس دي حلوه قوي. انا مش كنت بقول لكم ان انا محتاره ومش عارفه ان انا اجيب نوع بن كويس؟ فانا شفت سيلاس دي على النت بصراحه، ونفسي ان انا اجربها بقالي فتره. فانا جربت اللي بالمستكه، وجربت اللي هي دي اللايت دي يا جماعه، فيها طعم توت وشوكولاته للناس اللي بتحب طعم التوت. انا مش يعني مش يعني ايه، انا مش بحب التوت ده قوي، مش بحب طعم التوت قوي. فعلشان خاطر ان انا اخففها بصراحه، طعم التوت ظاهر فيها بزياده قوي. تمام. فعشان اخففها فبحط بقى من البن التاني ده، بن بارنيز. كنت طالباه يعني وجالي، يعني طلبته من جوزي وبعتهولي بارنيز. باخد معلقه ومعلقه من سيلاس دي اللي هي اللي بالتوت والشوكولاته الدارك دي. تمام. دي ما فيهاش مبيض ولا حاجه. هي بس قهوه وطعم التوت ده والشوكولاته. تمام. كده كده انا اشربها عادي. انا بنتي بقى بتحب التوت جدا، فعشان كده هي كانت طالباها فيها توت وشوكولاته. المهم شربت القهوه بتاعتي بقى، وكنت مطلعه طبق لحمه مفرومه كده علشان خاطر هعمل غدا. وزي ما انتم شايفين انا كنت سايبه بقى المطبخ بتاعي من بالليل. آم، يعني مش دايما يا جماعه بنكون يعني على سنجة 10. مش لازم، مش دايما البيت بيبقى على سنجة 10. فكنت سايبه المواعين بصراحه، والمطبخ كان مكركب لان كنت مرهقه جدا وعايزه ارتاح، عايزه انام. فده كان من اكل اليوم اللي قبليه يعني. فبدات ان انا بقى اغسل المواعين عشان هي دي الحله اللي انا هطبخ فيها. هتعملي ايه بقى يا امل؟ هعمل صينيه مكرونه بشاميل، وهعملها صحيه، مش هعملها تقيله يعني. مش هعمل البشاميل بدقيق ابيض، هعمله بدقيق شعير. انا لقيت دقيق الشعير في وكاله المنصوره. جميل جدا جدا وطعمه حلو، عامل زي زي الشعير المطحون اللي انا كنت جايباه عشان اعمل منه التلبينه النبويه. لقيته نفس الطعم يعني، ممكن الواحد يجيبه من هنا. المهم هنا كانت بنتي واقفه معايا، هي اللي كانت فاتحه لي المسلسل الجديد ده بتاع فتاة النافذه، بتقول لي يا ماما اتفرجي عليه اتفرجي عليه. المهم يعني اديني فتحته. اما اشوف ما أنا في مسلسلات كده من اولها تجذبني، يجذبني من اول حلقه كده تجذبني ان انا اكمل. وفي مسلسلات لا، بصراحه. فمش عارفه، انا شفت فتاة النافذه ده مره واتنين، الحلقه الاولى دي والحلقه التانية شفتهم مره واتنين، مش جذباني كده، مش جاذبني المسلسل. بس هي بقى بتقولي يا ماما اتفرجي عليه والله حلو وبتاع، فانا كنت يعني هي كانت شغلتهولي وسابته. طبعا في بنوته قمر كده و... وايمان وشيماء، على ما اعتقد هم دول اللي بيكتبوا لي كومنتات. شكرا ليكم، وانتم على راسي من فوق والله العظيم. مشيرة، باين مشيرة، واظن ان احنا برضو في سن متقارب على ما اعتقد، لان هي بتقولي بنتها برضو في الجامعة، وكانت برضو مغتربة زيي وكده على ما اعتقد يعني ان احنا في سن بعض. وايمن طبعا احنا برضو في سن بعض. شيماء هي اللي صغننة شوية. بس بجد انا بحبكم جدا جدا وبحترمكم جدا وشرفتوني. وشرفوني كمان ال 12 13 15 بنوتة، او الله اعلم هم 20 ولا مين بالظبط، ولا كام الرقم بالظبط اللي بيدخلوا ولا بيحطوا لايك واحد، ولا بيحطوا حتى قلب. حطوا لي قلب يا جماعه، انا محتاجه القلب ده، حطوا لي القلب ده عشان اكمل كده. انا بصور الفيديو ومش بكمل، يعني مش بكمله، مش بكمل اليوم، مش بكمل تصوير الروتين بتاع اليوم. والله العظيم من ان انا مش يعني، يا جماعه ما عدتش عاوزه اعمل حاجه وما لاقيش نتيجه. انا على طول بعمل وبسعى، بس ما بلاقيش نتيجه. والله ما بلاقي نتيجه خالص. علشان كده انا كنت بحكي لكم على موضوع بقى مسيرتي بقى لحد ما وصلت بقى لسني دلوقتي، وان انا دخلت الكليه واتجوزت وخلفت وشويه الحاجات دي. كنت بقى ايه يعني، عايزه احكي لكم واشارككم تفاصيل حياتي يعني، تفاصيل اللي انا عايزه اقولها لكم، مش كل الخصوصيات يعني، لا اللي انا عايزه اللي اي حد من اصحابي ممكن يسمعها عادي. فانا علشان كده كنت عاوزاكم تسمعوا ان انا ليه بقول لكم ادعموني واتكلموا. واي حد حتى لو من قرايبي يا جماعه، انتوا يعني لو انتوا من قرايبي وعرفتوا قناتي وشفتوا قناتي، ادخلوا واكتبوا لي، ما تشجعوني. هو انا مش قريبتكم ومش بنتكم؟ انا هو انا مش بنتكم؟
ما تشجعوني وكويس يا امل وكملي. يعني انتوا شايفين ان انا بشتغل ولا بستفاد اي حاجه؟ يعني قاعده في بيتي، ما ولا بروح ولا باجي، واصلا ما بطلعش. انا يوم ما بنزل عشان اشتري طلب للبيت ببقى براجع بعيط عشان انا شايله الكيس من كتر ما انا اصلا ما عدتش بقدر. يعني من ايديا، وايديا بقت بتوجعني ورقبتي من كتر ما عملت عمليات يعني. فانتوا لو انتوا قرايبي فعلا ومتابعين قناتي ادعموني، قولوا لي كلمه حلوه عشان احس اصلا ان انا غاليه عندكم، والا بلاش كده يعني. صح يا بنات ولا ايه؟ فبجد زعلانه جدا جدا والله العظيم، زعلانه واخده على خاطري كده، يعني صعبان عليا نفسي بجد. انا قناتي ديت مش القنوات اللي هي الكبيره بقى، ولا مثلا نظام ال الواو، ولا بعوج لساني ولا بعوج حياتي، بظهر كل حاجه بعملها عادي جدا اهو. بقشر البصل في كيس الوكاله بتاعت ابو الفتوح بتاعت المنظفات، عادي جدا بقشر البصل عشان ما اوسخش اطباق تاني وانا لسه غاسله، عادي. حاطه ازازه الميه على الكوستر بتاع المعالق، الحامل بتاع المعالق، وانا لقيته بلاستيك كده ومش هيستحمل، تمام، وشكله حلو لايق على الكوبايه بتاعتي الازازه بتاعتي، فحطيته يبقى كوستر. يعني انا مش بعمل كل حاجه. انتوا عارفين المفرش الابيض الصغنون ده اهو اللي تحت التابلت، ده من مفارش جهازي اللي كانت مفروشه في الدولاب والنيش. ولما جه ماما كانت بتنقل لي بقى من الشقه اللي انا كنت عايشه فيها للشقه دي، كانت لمت لي عفشي بقى ولمت المفارش ولمت كل حاجه. فكانت الحاجات اتنهبت من الشقة، في حاجات اتنهبت من الشقة. مامتي أمنت وحطت، كانوا الصنايعية بيدخلوا بقى وكده. فما كانوا يا ماما كانت بتيجي البيت، كانت بتلاقي كراتيني وشنطي متمزعة والحاجة طالعة منها. كانوا بياخدوا ملايات السرير يقطعوها ويمسحوا فيها ايديهم. فدي قطع من التراث بتاعي بتاع جهازي اللي محافظة عليه لسه وبستخدمه. ما برميش حاجة او بهدر حاجة. الحاجات اللي عندي دي غالية قوي لانها من جهازي اللي ابويا وامي جايبينهولي. المهم احنا عمالين ندخل من حتة لحتة. ف كبت يا جماعة، كبت والله العظيم، كبت وعاوز يطلع وبيجي في وشكم انتوا بقى، يلا استحملوا. هنا كنت بقطع بصل بقى للحمة. احنا بنحب البصل قوي بصراحة يا جماعة في الاكل عموما يعني. فانا قطعت بصلتين للحمة المفرومة اهو، وحاطة مية في الحلة اللي في الجنب دي علشان هسلق المكرونة. انا طبعا عارفة ان الحلة قعرها من جوه يعني اتبهت كده، بس الحلة حلوة، الحلة يعني برتاح نفسيا وانا بعمل فيها. انا كان ممكن اطلع الحله اللي هي الصاج واسلق فيها المكرونه وشكلها ابيض من جوه وشكلها حلو وتمام، لكن انا برتاح نفسيا في الحله دي. والطقم اللي هو الاحمر اللي انا بعمل فيه البتاع ده كنت جايباه من على ترنديول، و لا يا ربي كنت جايباه من على نون، وباظ يعني مع الوقت ومع الاستخدام باظ عادي جدا، ولا في حلل بتعيش ولا الكلام اللي احنا بنسمعه ده. طبعا انا ما استنيتش على اللحمه تفك فكسرتها كده، وكده كده انا بحط لها شويه ميه فبتفك في الميه. انا بحب ان انا اكرمل البصل شويه، تمام. وشفت بنوته على النت كانت بتاخد من ميه سليق المكرونه تحط للعصاق بتاع اللحمه، معرفش ليه، بس انا حبيت اعمل زي ما هي بتعمل، فاهميني. رحت هنا بقى علشان خاطر يعني بعمل كام حاجه كده جنبي. عندي برطمان السمنه البلدي وجبت كيس ملح علشان الملح خلص، فقلت اما اعبي. انا كنت قايله لابني هات لي كيسين ملح، كيسين ملح يا جماعه، على اساس الكيس الصغنون اللي هو قد نص كف الايد ده، فلقيته جاي جايب لي كيسين كبار. ليه كده يا ابني؟ ده كتير عليا قوي، مش بستخدم الملح اصلا في الاكل كتير. يعني انا ساعات لا بحط ملح في الرز، ولا مثلا عصاج اللحمه ممكن ما احطش فيه ملح، ممكن سليق المكرونه ما احطش ملح. ما بحبش ان انا استخدم الملح كتير يعني، فاهميني. اعوض الاكل ممكن ببهارات. مكرونه المطبخ دي حلوه وبيبقى عليها عروض في الهايبر يعني. فكنت مطلعه، كنت مفكره هعمل الكيس ونص، فعملت كيس والنص ده رجعت شلته تاني في العلبه. طبعا انا بقول لكم ان العلب مكتوب عليها استيكرات، الاستيكر اللي عليها باسم حاجه تانية، بس عادي
باقي كيس مكرونة، باقي كيس فاصوليا بيضة، باقي كيس عدس اسمر، فعادي كله مع بعضه في قلب العلبة. احنا هنجيب منين دولف عشان نحط في كل حاجة علبة واحدة؟ كده انا لما بعمل كده يا بنات والله بحس ان الضلفة يعني وانا بفتح كده واجي اجيب علبة حاجة، لما بكتر العلب بقى بحس ان العلب هتقع في الارض وتتبهدل، الحاجة تقعد تقع منها وتتبهدل، وده اللي بيحصل اصلا يعني. المهم، هنا بقى كانت اللحمة قربت خلاص تستوي، هنا بحط لها بقى البهارات. اهو يا جماعة انا ما بحبش احط ملح للحاجة، احط بهارات. بحب البهارات جدا، ما كترش ملح، ممكن احط الحاجة واحدة بس منهم ملح. طب انا هنا حاطة ليمون مطحون، ده ليمون مطحون هو مزز. ممكن احط سماق هو مزز برضو، فملوش لازمة ان انا احط ملح بقى. تمام. وده طبعا حاجة صحية اصلا يعني. المهم يا بنات انا كنت بقول لكم ايه، حطيت معلقة صلصة هنا كده للحمة، عشان ولادي بيحبوها تبقى لونها احمر، وبيحبوا المكرونة البشاميل تبقى لونها احمر، ما تبقاش بيضة بس، يعني ما تبقيش سلقاها بس كده. هنا اهو دقيق الشعير، انا كنت فضيت بقيته، كنت استخدمته في حاجة وفضيت بقيته في العلبة بتاعة التلبينة. هو بيبقى لونه غامق شوية كده. وهنا الحليب انا بجيبه اغليه، الحليب الطازة بقى بجيبه دلوقتي، خلاص احنا في الجو حلو برد وكويس، اغليه واقوم عبيه في ازاز وحطاه في باب التلاجة، علشان ما تلاجتي صغيرة ما تاخدش مكان للحلل، فبعبيه في ازاز، وبيبقى ما شاء الله عامل وش كده. تمام. وهتحافظ عليه بقى. شوفوا هنا انا معرفتش اوريكم الصينيه كامله لان خلاص كان ابني جه وشبط بقى عاوز يعني يتغدى منها. كانت لذيذه وكانت سايحه وكانت عسل، شايفين؟ ده طبقي انا بقى بعد ما بغرف كده، بيبقى فيه فرافيت كده يا جماعه، هي دي انا باكلها انا بقى، يعني عشان ايه؟ مش فارق معايا يعني الخرطه على بعضها، هم طلع لهم الخرطه على بعضها. بس بجد بجد كانت قمه اللذاذه وكانت عسل والله العظيم، والبشاميل طعمه حلو حلو حلاوه. يعني ابني بيقول لي يا ماما والله العظيم البشاميل طعمه حلو قوي بالدقيق الشعير ده. هنا بقى كنت غسلت مكان غدانا وحطيت عود بخور كده في الصفايه دي عشان المطبخ يعني تبقى ريحته حلوه، مع انه كان ريحته مكرونه بشاميل ما ريحتوش وحشه يعني، بس اهو تغيير. وعملت كوبايه النسكافيه بتاعتي دي، وقعدت بقى اشربها بقى على السلم على ما اعتقد، يعني عشان انا نسيت انا كنت عملت ايه في الوقت ده، على ما بنتي كانت ترجع من بره، لان بنتي كان عندها درس، وكانت بقى هي اللي لسه ايه ما اتعشتش، لان كانت جايه في الضلمه، بتيجي الساعه 6 والله العظيم، ولا 6:30. هنا بقى في الليل كده في السهرة، يعني قرب الساعة مثلا 10 كده، كان طبعا قبل اليومين الحر بتوع السبت والحد دول، لا ده كان قبل اليومين الحر، يعني اليوم اللي بعد نوة المكنسة. آم، رحت عملت كده حاجة سخنة ليهم، في كل واحد اختار حاجة، في حد اختار شاي بحليب، وحد اختار نسكافيه، وحد اختار شاي كرك، كده كل واحد اختار الحاجة اللي بيحبها. عملت لهم كده، وقعدوا يشربوا بألف هنا وعافية يا رب. احلى حاجة يا جماعة في الشتاء المشروبات السخنة، واحنا بنحب المشروبات السخنة جدا جدا اصلا، يعني لولا الصيف ممكن في عز الصيف الواحد يبقى قاعد حران وماسك الورقة كده وبيمروح كده اهو، تمام، وماسك كوباية الشاي في ايده التانية عادي، بس انا بنحب المشروبات السخنة قوي. المهم هنا طبعا كان ابني بيصورني، وعمال يقول لي انتي بتصوري بالكاميرا دي ليه، الكاميرا دي ضاعة وحشة ومش عارف، قلت له يا ابني انا ما بعرفش اختار الكاميرات، فمش مشكلة صور وخلاص. هنا طلعت بقى كنت عامله لي الطبق ده لي انا، يعني شويه كده من اللب القرع وفول سوداني وشويه لب سوري، وطبعا عفاف لازم تشارك، وطبعا كل ما احط لها اللبايه في بقها بتوقعها وهي بتمضغها. حبيت اوريكم اللقطه دي، وانا كنت بتخانق معاه، او شفته، فظيعه فظيعه، وانا ما بقرفش منها يا جماعه عشان ما حدش ايه يقول ياي وما ياي والكلام ده، لا انا ما بقرفش منها ابدا. شوفوا زعلت ازاي عشان بزقها عشان عايزه تاكل من القشر، مش عارفه تاكلها، شايفين؟ المهم بقى قعدنا بقى، كان ولادي بقى حواليا، فتحنا التلفزيون بقى شويه وكده، شايفين؟
وانا كنت بقى منضفه يا جماعه وبالمكنسه، وكنت منضفه الشقه والله مش بالمكنسه، كنت كنسه بالمقش عشان المكنسه بتاعتي بايظه، فمش عايزاها توقع على الارض. فعماله ازعق لها هنا واقول لها اهي اهي قدامك، ايه لو هتاخديها خديها. بتعذبني قوي قوي في الاكل ومش راضيه تاكل خالص. كانت بتحب البطاطس المهروسه، وكانت بتحب البطاطا المشويه، كانت بتحب الجبنه النستون، كانت بتحب الفول المدمس، كانت بتحب التونه، كانت بتحب الفراخ والسمك، كانت بتعشق السمك. معادش بتاكل الحاجات، من ما عادش راضيه تاكل خالص. والدراي فود اللي انا كنت جايبه لها معايا وانا راجعه من الاجازه خلص، اللي هو بيسو ده، بجيب لها من هنا ما بيعجبهاش، مش راضيه تاكله خالص. عايزه المعلبات، علبه المعلبات ب70 جنيه، المعلبات بتاع القطط ب70 جنيه اللي هي بتحبها، وعايزه تفضل عايشه عليها بقى. المهم يا بنات، دخلت هنا المطبخ علشان اجهز فراخ كده بالبصل لتاني يوم. هعمل صينيه فراخ بالبصل كده، كنت شفتها عند روان في قناه روان حسن. فاشتهيتها بصراحة، حبيت الأكلة، فهي كمان كنت شايفاها عند حد وعجبتها. فبصراحة أنا قلت بقى إيه، أنا هعملها للولاد بكرة. فكنت مطلعة الفراخ تفك بقى قطعة، طبق فيه وركين، وطبق فيه حتة من بتاعة الورك، الحتة اللي مش الدبوسة بقى، الحتة التانية، وطبق فيه قطعة صدور. كله على بعضه بقى قلت أعملهم مع بعض في صينية بالبصل. وعلشان انا كان تاني يوم هيجيلي صنايعيه يعني شغيله، كان هيجيلي ناس تعمل التكييف بتاعي، مواسيره طلعت خالص واتاكلت حواليها العوازل والحاجات دي. ف جوزي زعقلي بصراحه وقال لي كده هيبوظ ومش عارف ايه والحاجه نار. فرحت طلبت يعني اللي بيعملهم يعني. فما كنتش هفضل واقفه. طبعا انا ابني وماما اللي بيبقوا واقفين معايا، ما كنتش اعرف ابقى واقفه وبعمل في الاكل في نفس الوقت. فقلت هبقى مولعه عليه موطيه النار وخلاص. وهوريكم صورته دلوقتي اللي انا عملته. عملت جنبه رز، طاجن رز معمر، وخلاص دعكتهم كده وغطيتهم وحطيته في التلاجة. بس يا بنات، وده كان الروتين بتاعي النهارده في اليوم. يا رب يكون عجبكم. شايفين اهي ده تاني يوم. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وكومنت حلو. وان شاء الله هبقى اكمل لكم الحكايه بتاعتي في فيديو اكون انا اصلا حابه ان انا احكي، حابه ان انا اتكلم واهزر كده واحكي واقول لكم على اللي حصل معايا يعني في بقيه حكايتي يعني. بس كده بس. اتمنى منكم اللايك والكومنت. الكلمه الطيبه صدقه. وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام.